لو مش عارف تلتزم بأي شيء في حياتك سواء تمرين أو دراسة أو شغل، فتعال أما أقول لك على أكتر 3 حاجات نفسية يخلوك تعرف تضحك على عقلك وتعرف تلتزم بأي شيء في حياتك. اجعلها سهلة، اجعلها جذابة، اجعلها مشبعة. اجعلها سهلة دي يعني مع كل حاجة عاوز تبدأ تعملها قول لعقلك بس هنقوم نعملها لمدة 5 دقايق، ودي حيلة نفسية ناجحة وقوية جدا جدا، لأنك بمجرد إنك بتقوم وبتبدأ تنجز أو تشتغل في الحاجة اللي أنت عايز تخلصها دي، بتلاقي نفسك عاوز تخلصها وتنجزها وتحس إن أنت أنجزت شيء من عليه. واجعلها جذابة بقى، وده عن طريق إنك تحولها من حاجة تقيلة على قلبك أو حاجة مكروهة لحاجة تانية كويسة، أو تربطها مع حاجة كويسة في يومك. يعني مثلا لو بتحب دايما تسمع بودكاست وما بتحبش تتمرن، فممكن تعمل ميكس إنك وأنت بتتمرن تسمع بودكاست، فكده تبقى ربطت عادة ما بتحبهاش أو بتكرهها بعادة تانية كويسة، لحد ما قدام هتبقى العادة اللي أنت ربطتها دي هي في حد ذاتها عادة كويسة وروتين أنت بتحب تعمله من نفسك. واجعلها مشبعة بقى، يعني إنك تحسس نفسك دايما بالإنجاز وبالفخر إنك خلصت الشيء ده حتى لو أنجزت منه جزء بسيط جدا. فبمجرد إنك تقول لنفسك كلمة تحفزك أو حتى تعمل علامة صح على التاسك ده في يومك، بيعمل لك مكافأة فورية في لحظتها، بيخليك تاني متشجع ومتحمس إنك تعمل الحاجة دي مرة تانية. وخليك عارف إن النجاح والاستمرارية مش دايما بيكون عايز قوة إرادة، ساعات بس بيكون محتاج شوية ذكاء وحالة نفسية بسيطة منك. وخليك برضو عارف إن نو بادي مش مجرد جسم.